مرحبا يا أصدقائي في عالم الافتراضي. اليوم لدينا مغامرة شيقة ستأخذنا إلى أحد أرياف البلاد التونسية، ولكن يا ترى إلى أي جهة من تونس ينتمي هذا الريف؟ هل هو من الشمال أم من الوسط أم من الجنوب؟ انظروا جيدا يا أصدقائي وتمعنوا في هذا المشهد. إنها مساحات شاسعة وواسعة من الصحراء الممتدة على مرمى البصر التي تتخللها الواحات. لنقترب أكثر ولنغوص في أعماقها. لكن هل تعلمون أنه يوجد 3 أنواع من الواحات؟ أولها الواحات القارية الصحراوية، ثانيا نجد الواحات الجبلية، وأخيرا نجد الواحات الساحلية. تتميز كل هذه الواحات بكثرة أشجار النخيل، بالإضافة إلى الغراسات الأخرى في شكل طبقات متراصة. يستعمل الفلاح الماول والمشط والمنجل لغراسة كل هذه الخضروات. انظروا إنها الخضروات الموجودة أسفل النخيل. كما نجد الأشجار المثمرة مثل شجرة العنب، شجرة الرمان، وإضافة إلى الحبوب. ويستعين الفلاح لسقي هذه الأشجار بالآبار الارتوازية، بالإضافة إلى الشلالات الموجودة في مختلف أنحاء الواحات، وهي شلالات توجد بين الصخور بكثرة. كما نجد أيضا العيون المائية التي تتدفق من تحت الأرض. إذا يا أصدقائي، بعد هذه الجولة الرائعة، هل عرفتم أين نحن ولأي جهة ينتمي هذا المشهد؟